تفضل. باش نحكيو على اريسون افول حصريا لفيرست تي في، يحكي عن المشاكل اللي صارت له مع الترجي الرياضي التونسي وهو موجود في غينيا الاستوائيه بمناسبه كان 2015 ومشاكل تجديد عقده في نهايه الامر. شنو اللي صار اكزاكتومون؟ اريسون يقول. كانت المشاركة الرابعة ليا في الكان، عملنا اللي علينا، خسرنا ضربات جزاء، هذيك هي الكرة. توا كل واحد فينا رجع لجمعيته، ما علينا كان نخمو في المستقبل. قريت في الصحف وقت اللي انا كنت في غينيا اللي انا طلبت 1.5 مليار، بعد كيف روحت قالوا افول طلب 5 مليارات. ما نجمش نعطي ثقة في صحافة تحب تبيع الصحف نتاعها، هذاك عليه حبيت نوضح اللي الكلام الكله غلط وما حكيت مع حتى واحد في الفلوس. So for me, I want to clear the whole the air for everybody to understand me. I was in Equatorial Guinea. كنت في غينيا مشارك في الكان وما كانتش عندي بيوس غادي وما كنت نستعمل كان الواتساب والفيسبوك اللي ما جاش فيهم حتى ميساج، دونك ما عنديش نومرو في غينيا ومش مسكر تليفوني على الترجي. الكلمة هذه وجعتني برشا لأنه أنا هوني على خاطر الترجي. WhatsApp, Facebook and Instagram, that's what I was like. I feel bad because I'm here because of Esperance. If I'm a player of Esperance and I have a good offer. إذا أنا لاعب في الترجي وعندي عرض باهي ومازالي 6 شهور ونولي حر، علاش ما تخلينيش نخرج ونجيب فلوس لجمعيتي اللي نحبها؟ خاطر هي اللي عطاتني اسم ونحب نرد لها الجميل. هذاك عليه تغششت وحبيت نحكي باش الجمهور يفهم وضعيتي، خاطر من الواجب عليا نجيب فلوس للترجي كي نخرج. نهار السبت بعد ماتش منزل بوزلفة حكيت مع وليد العارم وزياد التلمساني وقلت لهم انا حاضر للتجديد، وهما ما عليهم كان يحضروا عرض رسمي نتناقشوا فيه مع وكيل اعمالي لانه ما نجمش نقرر وحدي. أنا نحبهم يفهموا الحكاية بالتفصيل ويفهموا اللي أنا هوني مش باش نلعب بالنادي ولكن باش نجيب له فلوس. نحبهم يقفوا معنا في أي بلاصة تمشي لها الترجي ونقول لهم على قريب باش نجدد إن شاء الله. إن شاء الله. نزار باش نرجع عليك على مش نبدا بك انت على كلام افول اللي يقول انه ما عادش عنده ثقه في الصحافه التونسيه لانه كل واحد يقول اللي هو طلب من هيئه الترجي الرياضي التونسي مبلغ اللي يقول 1.5 مليار واللي يقول 5 مليارات لتجديد عقده، في حين لهنا فما ممكن نقطه نجم نعيبوها على الترجي الرياضي التونسي اللي تحل باب التاويلات لانها ما تخرجش اخبار الجمعيه حتى اللي تخص انتقالات الملاعبيه وخصوصا اللي تخص انتقالات الملاعبيه. بالتأكيد الأمر هذا غريب صراحة. أول حاجة خلينا نحكي على تصريح أفول بالنسبة بالطريقة اللي تعامل فيها مؤخرا مع الفريق الترجي التونسي، هو يتحمل قسط من المسؤولية لأنه لم يطالب أولا بتجديد العقد نتاعه، ووصل لفترة 6 أشهر اللي تسمح له بعد ذلك في شهر 7 باش يغادر الفريق. ولكن أيضا الأمر الغريب مش ما طالبش راهو نزار باش نكونوا واضحين، هيئة الترجي كانت عندي بعض المعلومات على الموضوع هذايا انه معناها انه افول كانت لديه ايضا الرغبه في مغادره الترجي لانه بعد 8 سنوات قضاها في الفريق وتقريبا عاش فيها كل شيء، كانت لديه رغبه، خاصه شاهدنا انه اللاعب هذايا في بعض مباريات الترجي يكون مردود ومتراجع والسيد نشوفوا لاعب اخر في المنتخب الغاني في المباريات القاريه، شفناه في كاس العالم، استغربنا اللاعب هذا يلعب بالدوري التونسي، شاهدناه حتى في افريقيا الاخيره. بالتالي فما تحس انه اللاعب مل من الظروف اللي عافاها، ربما ايضا حتى
حتى القام تاعو في الربح المادي بالنسبه ليه لو خرج لدوري اخر في الخليج ولا حتى في مستوى ثاني في اوروبا كان يكون وكان باش يخرج الامارات، كان باش يخرج الامارات، لكن تعطلت الصفقه. لكن عندي هنا نقطه ربما انا بين معاقفين، وين اداره الترجي؟ علاش ما جددتش، ما عبرتش على رغبتها في تجديد اللاعب هذا؟ لماذا تخلي في اللاعب هذا تخليه في فتره يقرب نهايه عقده باش يتصرف؟ هنا معناها صراحة الترجي وإدارة الترجي ما عودتناش بالشيء هذا. كانت طريقة التعامل مع العقود اللاعبين كانت جيدة في فترات سابقة، كان دائما أي لاعب يقرب نهاية العقد نتاعو يتم التجديد حتى لو باش تبيعه باش تربح فيه مبلغ مالي هام. لكن شاهدنا الأمر تكرر مع أفول مع العكاشي مؤخرا، حتى لاعبين سابقين تم معناها انتهت عقودهم وفيهم حتى اللي اعتزل اللعب. شاهدنا مجدي تراوي. ممكن هيئة الترجي قاعدة تتجدد نزار لكحل بدخول ممكن اسامي جدد للجلسة الانتخابية الجاية، بدخول زيادة المثاني ولا مدير رياضي. يعني يمكن قاعد هو ولا حاطط يده على المسألة هذه، مسألة الانتدابات والخروج. ممكن كان في فترة من الفترات يرى انه فما ملاعبية اخرى تنجم تدخل الترجي الرياضي التونسي وتفيد. اكيد، لكن بالنسبة لاي فريق ماذا به يربح في اخر الامر لما يبيع لاعب، مش معناه يخليه يخرج فور فري ومعناها ويخسر قيمه لاعب ثابت، خاصه انه هاريسون افول سي بانابورت كي لاعب معنا دولي، لعب كاس عالم، لعب افريقيا. معناها حتى لو انت عندك عمليه تجديد دماء وضخ دماء جديده في الفريق والتعاقد مع مجموعه جديده من اللاعبين، اللعب هذا لازمك تربح فيه صراحه. بعد الشيء اللي شاهدناه في السنه كانت متميزه بالنسبه للاعب هذا، لعب كاس العالم، لعب افريقيا. جوستومون بسام المهري، هنا نحب نسالك سؤال، مساله مهمه جدا اثارها نزار لكحل تخص الملاعبيه من الطراز هذيا. عندنا منهم برشا في تونس، نحكيو برشا على سلبيات البطوله التونسيه، لكن ما نحكيوش على ايجابيات من النوع هذه اللي كمان البطوله التونسيه اثير ملاعبيه من نوع اريسون فول، من نوع جابو في النادي الافريقي، من نوع بنجاح في النجم الرياضي الساحلي، اللي هما قيم ثابته في كره القدم نقولوا حتى الدوليه. البطوله التونسيه دو تو طون معروفه، وانه هي يعني سامحني في الكلمه سي لو ترومبلان، يعني هو محطه للتحليق نحو حطت عبور التحليق نحو الافضل. وشفنا انا جبت مثلا نحكي على ملاعبين او مدربين، شوف نجيب مارشان ونشوف بالصفه شنو العقد اللي عملته مع مارشان في النادي الافريقي، وبعدين نشوفوا الكوتا يعني نتاع المدربين هذيا عندما تخرج للخليج، يعني مرورهم عبر تونس والبطوله التونسيه هي فيها معناتها ثم ناس انه محطه مهمه للانسان باش يجدد معناتها الصوره نتاعو والبروفيل نتاعو باش يوقع تسويقه الى الخارج. بالنسبه نحكي على افول، خلينا نقولوا افول هو من اللاعبين انا شخصيا مع اللاعب الاجنبي اللي يعطي الاضافه. عندما يكون افول 6 سنوات انا قل وندر اني شفت اللاعب هذا امي فورم اكزاكتومون بكل صراحه، يعني انه يعدي 6 سنوات وهو محافظ على المستوى، يكون لاعب ان توكا نزار راهو من اكثر الملاعبيه ريغولير في الترجي الرياضي. احيانا فريمون يكون عايد من بليسيور ولا حاجه، المقابلات انه لاعب يحذق لك اول حاجه، هذا المهم. ثم ارساليه تتعدى للشبان. انا كي كان كاماتشو عندنا ولا سيدي اليو بدرا ولا بيرنجانكا ولا ثم لاعبين ولا فوذيل مغاريا ولا غيره، هو ثم وليدات صغار تسمعوا على اسمائهم. انا مع اللاعب الاجنبي اللي باش يربي لك نشء قيمه اضافيه للفريق. مثال معناتها افول يلعب لك لاعب ريوق معناتها ظهير ايمن، يلعب لك كلاعب وسط هجومي، ويلعب لك زاده كلاعب ارتكاز. وقلت لك قل وندر بكل صراحه اني ريت افول ماهوش معناتها في فورمته، والا ريت افول معناتها بليسي، يعني غاب. وتشوفوا على الاقل في 26 مقابله ولا في 30 مقابله تلقاه شارك على الاقل في 90% من المقابلات. واضح. يعني المردود نتاعو كبير. تعريج برك على الترجي الرياضي التونسي، ما تعودناش بالترجي الرياضي التونسي انه كما قال خويا نزار كلامه صحيح، ما عودناش الترجي الرياضي التونسي انه يخلي لاعبين انهم دخلوا انا ضد لاعب اذا كان دخل للموسم الرياضي جديد وهو في نهايه الموسم باش يخرج، لا فايده تعاود تحكي معاه، اما تحسم امرك
من الموسم الفارط، او انك تخليه وتحافظ على علاقتك معاه، تجدد العقد نتاعو لمده اطول كانه قيمه ثابته في الفريق. في نفس الوقت ممكن سامحني كلمه اخيره، هو انه زاد دخول زياد المساني. شفنا انه الترجي لحد اليوم مازال ما حسمش امر، ولو رئيسه قائم الذات وقاعد يقوم بواجبه، لكن ثم الجلسه العامه قاعده تمشي. والحديث توا ايضا نتحدث عليها فول شفناه في المثير على وليد العارم اللي ممكن يلتحق ايضا هو بنفسه بالهيئه الجديده للترجي الرياضي التونسي. مساله تجديد العقود امين موجو اكيد بالنسبه للمحترفين في جمعيه سانكاستيت بالنسبه للمسؤول، هو مش من المحترفين خاطر هو الملاعبي وراه وكيله وراه عائلته في بعض الاحيان يعني، والمسؤول من ناحيته والطلبات الماديه. صحيح، هو اذا كان اللاعب المحترف وصل الى درجه من التالق باش تولي عليه محط الانظار، يلزم النادي قبل معناتها احنا مثلا في بغداد ولا في كوم نجحنا قبل ما يوصل للفتره الاخيره باش نجدوا لهم الاثنين، باش عندنا الخيارات الزوز، نعرف وقتاش حاجنا به رياضيا، وقتاش هو خاطر ساعات اللاعب يوصل الى مرحله ما عادش ينجم يعطي في النادي نتاعو، يلزم هذيك نحاولوا نبعدوها للماكسيموم باش يكون ماديا ورياضيا مرتاح في النادي نتاعو، باش يكون حتى ونهايه العقد نتاعو تكون ديما بعيده، ما ينظرش لنفسه اللي هو بعد سنه باش يلقى روحه حل من اي التزام. ديما يلزم تقعد الكلمه الفصل عند النادي، يختار اما الحل الرياضي ويخلي لعبه، ولا الحل المادي باش ياخذ من عنده العائدات الماليه نتاع عمليه البيع. هذاك علاش احنا نحاولوا لاعبينا التوانسه حتى كيف عندنا نحاولوا باش العقود نتاعنا توا تكون احنا عندنا الموين داج هابطه شويه، دونك نحاولوا ديما اللاعبين يكون عندهم العقود نتاعهم 2018 2019 كيما حمدي مثلا زدنا له عام باش حتى هو كان بعيد زدنا عام اخر باش يكون يعرف روحه مرغوب فيه في ناديه، حتى اللاعب نفسانيا يعرف روحه اللي هو رانا حشنا بيك، رانا قبل 3 سنين ونتفاوضوا معاك باش نزيدوا لك عام اخر، يكون هو في اطار نفسي ممتاز باش نجم يعطيك اللي حاجتك انت منه. كي انفلو سوغ لو مونتال نتاع اللاعبين. الجوله 18 من بطوله المحترفين، واحد نعطيك الكلمه اكيد باسم